اسمك؟ أعزائي المشاهدين ومستمعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في لقاء متجدد اليوم ومن داخل مسرح نوسبير ومسرحية عرض أول النهارده من مسرحية ست البيت. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي بنجومين أبطال العمل، طبعا الفنان الكبير عصام. أهلا وسهلا بك يا فنان، منور الدنيا يا فندم. الله يسترك، أنا فرحان طبعا بحضرتك وبجمهورك، والمسرحيه كانت جميله ومكسره الدنيا. مرحب بيك وبنرحب معانا طبعا صديقي العزيز والفنان الغالي محمد فؤاد. اهلا وسهلا بيك استاذ ياسر. والله العظيم انا عايز اشكر شكر خاص استاذ ياسر وضيوفه الجمال قوي دول، وحاجه تشرفني ان بوجودك. والله معاك انت شرفتنا النهارده بجد. الفنان عصام برضه شرفنا واداء كان رائع انتوا الاثنين وابدعتوا بصراحه. احكوا لنا طبعا دول كل واحد فيكم الاول. انا مطرب شعبي بغني ليا غنوتين، واول تجربه ليا مع اخواتي، ان شاء الله باذن الله تبقى في حاجات احسن من كده اللي جاي احسن ان شاء الله. لا بس بصراحه انت انا شفت قعدت مع الحاضرين صراحه ما شاء الله عليك يا استاذ عصام. الله يسترك. الفنان الجميل كان دورك النهارده، وانا بصراحه انا يعني انت يعني اضحكتني وابكتني في نفس الوقت. يعني انت عملت زي ما بيقولوا التراش كوميدي تمام ما شاء الله مبدع. كان دورك النهارده، وكان يعني الزوجه كانت اسمها يعني كانت مراتك مين في الفنانين وبنتك كانت مين؟ انا عامل دور صلاح. والد بطلة العرض طبعا سما، ومعايا نيفين الكردي بطلة جميلة جدا 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 جدا، كانت عاملة طبعا الانسان اللي بحبها. بس كان في بقى نقار طول العرض طبعا ما بيننا وبين بعض، بسبب طبعا اللي احنا بنشوفه في المجتمع المصري كله وموجود في كل بيت، موضوع النقار وموضوع الخلاف على طول باستمرار. عملتها كوميدي مره، عملتها عياط مره، خلت الناس بقى بعد ما ضحكت عيطت. ما شاء الله عليك يا فندم، مبدع والله. وبرضه استاذ عصام طبعا يعني احنا غني عن التعريف طبعا. عصام شعبان ابراهيم كان النهارده اغنيته كانت اول بدايه المسرح فعلا، اول عرض غنى اغنيه خلت الناس كلها اتسقفت لك بجمالك. ما شاء الله عليك يا استاذ عصام، ان شاء الله بالتوفيق. بحييك وبحيي جمهورك، وبقول لعم محمد ربنا ينجحك وتعمل تبقى بطل المسرحيات الجايه ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ. طبعا اتفضل وشكرا يا استاذ. نكمل معانا بقى استاذ محمد فؤاد الفنان الجميل. احكي لنا برضو يعني القصه كانت عباره عن ايه وبدايتها ايه، وكان ايه يعني المستفاد منها؟ انا طبعا النقار ما بيني وما بين الفنانه نيفين الكردي بسبب ان انا ما كنتش راضي على الجوازه دي، فطبعا طول العرض في نقار ما بيننا وبين بعض. وللاسف طبعا الحاجه اللي احنا بنكرهها جدا موضوع ان احنا بنخش في حياه اولادنا في كل حاجه، حتى في حياتهم، فطبعا ده من اساسه غلط. عرفنا بالضيفه اللي داخله معانا ايه دلوقتي. جميله. اهلا وسهلا بيك فنانه جميله. اهلا وسهلا. ميرسي جدا. انا اللي على فكره شاورت لك على فكره عشان اعرف انت مستعجله. ميرسي عامله ايه؟ حضرتك منوره الدنيا وكسرت العرض بصراحه مع يعني باقه كوكبه من الفنانين. كان دورك ايه النهارده في المسرحيه؟ دور الست القوية اللي هي شخصيتها قوية، اللي هو الجلابية البيضاء والطرحة بقى زي فيفي عبد الكاركتر بجد. هو الدور دوت كان كده الشخصية القوية اللي كسرت الدنيا وعملت لا مفترية بصراحة. لا بجد انت ابدعتي، وكان فعلا كان دورك كان مميز جدا. وطبعا فنان طبعا ده معروف استاذ محمد فؤاد طبعا بطل من ابطال العرض. احنا بنشكرك جدا وبنحييكي جدا. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. معانا مين تاني؟ انت بقى المايسترو النهارده. المايسترو النهارده محمود نجم ده من كذا جدا. اهلا بك يا استاذ محمود. عامل ايه؟ الحمد لله منور الدنيا. كان دورك ايه في العرض؟ انا كنت طالع بشخصيه عنتر اللي هو محمود قطه؟ لا قطه الثانيه. انا طالع بدور عنتر اللي هو يعني عنتر بس مش عرف الاول للساده المشاهدين بنفسك. محمود ايه؟ محمود نجم. محمود نجم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت طالع بدور؟ انا كنت طالع بدور عنتر. عنتر بس مش عنتر قوي يعني. عنتر نص عنتر. نص عنتر يعني. لا والله انا شفتك مشهد بس مشهد بصراحه يعني. لا ضحكنا بجد والله. شايف حضرتك اعتز بيه والله. لا والله بجد يا بنتنا لك كل التوفيق والنجاح يا رب. حبيبي يا رب. وانا يعني انا في عرض مع محمد فؤاد لازم العرض يكسر الدنيا. محمد فؤاد اخويا بجد يعني. شكرا ليك يا نجم، وان شاء الله انا شايف بيك بصراحه ممثل يعني مبدع يعني زي ما بيقولوا. بالتوفيق ان شاء الله. امشي منك. شكرا لك حبيبي عليك. اتفضل يا استاذ نجمه. جانا محمد. اهلا وسهلا بيك يا جانا. اهلا بيك. تعالي كده شويه.
كان دورك ايه النهارده في المسرحيه؟ النقاشة. هي النقاشة المفروض ان هي يعني بتسمع اي كلام في السوشيال ميديا والوضع الشربيني والجو ده، ومش ملزمة. هي مقتنعة ان هي مش ملزمة بحاجة، وبتوصل الفكرة دي على اساس ان الست مش ملزمة. بس كده. هي بتاخد كلام رضوى الشربيني. رضوى الشربيني صح كده. الكلام اللي هو بتاع ان هي مش ملزمة والكلام ده كله بالظبط. بس فهو ده دورها، هي برضه بتوصل ان لا يعني الست زيها زي الراجل. لاحظت بالاجواء النهارده الجميله كلهم كانوا مبسوطين ازاي في العرض؟ بصراحة. الجمهور كان بيسقف لكم على فكره. انا اتبسطت جدا. كلمه للمخرج النهارده استاذ احمد. مخرج مجتهد جدا وتعب معانا احمد كامل صح؟ جدا. وبصراحه مؤلف المسرحيه. مخرج شاطر جدا بصراحه. وانت كمان شاطره وبنحييكي جدا ونتمنى لك كل المزيد والنجاح، وان شاء الله نشوفك يعني نبدا مثلا ايه مسرح مصر بقى اشرف عباس إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. توفيق ليكي. عليكم السلام. عرفنا بنفسك؟ يوسف غرام. عرفنا بنفسك؟ محمد ماهر. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. دول كنتوا الاثنين شكلكم طلعوا البلطجيه صح؟ طلع. امال مين انت كنت واحد منهم؟ انا كنت الظابط. انت كنت ظابط. طلع لقطه كده الظابط وخرجت يعني مشهد واحد. مشهد بس كان واحد. حلو والله. بس حلو قوي. لا حلو قوي. واحنا يعني بصراحه المسرح بجد بصراحه مسرحيه جميله ولفتت انتباه الجميع، من القصه من المخرج من الاداء. ادائكم كان رائع جدا. احكي لنا النهارده كان دورك ايه وقدام شفت الفرحه وسعاده الجماهير ازاي وهم كانوا النهارده ايه؟ احكي لنا موضوع الاجواء دي. هو اكيد كانوا مبسوطين جامد انا ابسط منهم بصراحه عشان هم مبسوطين. شكرا ليك واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. نكمل معاك. دورك المحصل بتاع الكهرباء. محصل الكهرباء. عشان كده كنت بتقطع النور عليهم في الشركه؟ لا مش لا يا راجل. لا مش هم ده احنا سحنا بالحر يا راجل. هم عايزين يضحكوا عليا. اهم حاجه عايزين يضحكوا عليا. ما بيدفعش فلوس ولا مش ايه؟ عايزين يدفعوا فلوس عليهم 6 شهور مش عايزين يدفعوا 6 شهور؟ لا دي حاجه تقطع عليهم. وفي الاخر لبسوني تهم. شفت انا يا نهار ابيض. جيت عملت ايه بقى؟ لا انا بهدلتهم. احنا بهدلنا ازاي بقى؟ بهدلتهم. طلعت قلت لمين وبهدلت مين؟ بهدلتهم هم الاثنين. الزوجه والزوج محمد فؤاد ومراته. قلت لهم انتوا بتعملوا ليه كده؟ ده انا محصل الكهرباء. انا عملت لك حاجه؟ انا عملت لك حاجه؟ ما عملتلكش لا بصراحه حاجة. والدنيا ضلمه وانت كمان بشرتك سمراء، امال لهم الحق يتخافوا منك بصراحه. انا ما دخلتش في الضلمه. انت خدتش ما دخلت في النور؟ كويس برضه عشان لو كانوا يموتوا فيها. هي كانت بتدي افيه على تقول ايه وانا بقول الكهرباء بتقطع عليها تاني عشان وشك من اول مشاركه في عرض رياضي؟ اول عرض ليا. عشان كده باين عليك. بس ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق والنجاح. بشكر النجم. قول كلمه للمخرج. ايه المخرج؟ بشكر النجم العبقري احمد كامل. يا رب يقدره زي ما قدرنا ويعمل حاجه كويسه زي دي. شكرا ليك. شكرا ان شاء الله. انا بتمنى لك بصراحه التوفيق والنجاح وان شاء الله ابدا اداء كويس وان شاء الله بالتوفيق يا حبيبي. شكرا ليك. بس تعال اتفضل. عرفينا بنفسك. منال حسين. دورك في المسرحيه كان ايه؟ يارا كان ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ دورها ايه؟ اللي هي تنكا يعني بتعيش ان هي مثلا اخته بتسلطوا عليه وكده. اخت الفنان محمد فؤاد؟ اخته هي؟ لا اخته هو اللي هو طول ان هي في الدور عمر فهو بتسلطه كده. فبتحاول ان هي تخرب بيتنا وكده. فانا طبعا انت خربت بيوت ولا يا جرعه تصلحي الموضوع؟ لا انا طالعه ان انا اتطلق. تتطلقي؟ طب تمام. بس فطبعا يعني المشكله كلها يعني بدي فكره لكل الناس ان هم ما يجتمعوش ان هم مثلا. انت دورك في الاخر اتطلقتي ولا لسه؟ اتطلقوا على خيرة الله. الف مبروك بصراحه. الله يبارك فيك. انت طب تدخل طريقه بقى معانا بالمره اهو. الحمد لله لقيناه قبل ما يمشي في السكه. عرفنا بنفسك. طريقه يا جماعه. اسمي زياد نجم. اسمك؟ زياد نجم. اهلا وسهلا ليك. دورك كان ايه في المسرحيه؟ انا طريقها. بس انا عمر طريقها. والعربه اختي. عملت ايه بقى؟ طب دورك طلعت عملت ايه؟ يعني اتنرفزنا عليها بس هي بتقول لي والعربه اختك وبتاع مش عارف ايه فخدت دور نرفزه وكده. قلت لها طب انت طالق؟ قالت الطريقه الثالثه وبتاع. قلت له خلاص انت اللي هتحلل لي يا حسن. كان اداء جميل واتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي. شكرا لك. شكرا لك يا فنان. شكرا. لسه المخرج فين؟ فين المخرج؟ هاتوا لي بسرعه عشان نقعد مع بعض. هات لي احمد في كمال بس عايز اعمل